ازيك؟ خليني افكر نفسي باربع استخدامات للادجستمنت لاير لو انت بتمنتج على ادوبي بريمير. ايه هو الادجستمنت لاير؟ الادجستمنت لاير ده هو عباره عن لاير فاضي بنقدر ان احنا نروح لنيو ايتم ادجستمنت لاير، بعد كده نتاكد ان الاعدادات دي هي نفس اعدادات السيكونس، نضغط اوكي. هنلاقيه نزل عندنا في قائمه البروجكت، بنبدا نسحبه على مجموعه الكليبات اللي عندنا. بعد كده نقدر ان احنا نروح نجيب اي افكت وليكن افكت الكروب ونسحبه على الادجستمنت لاير. بعد كده نروح لقائمه الكنترول افكت، هننزل تحت هنلاقي عندنا فلتر الكروب، نقدر ان احنا نغير في القيم مثلا بتاع التوب ولتكن 10% والفوتو ولتكن 10%. هلاقي ان هو طبق لي الافكت على مجموعه الكليبات كلها، والحقيقه ان ده بيوفر وقت كتير جدا في المونتاج، وكمان نقدر ان احنا نعمل ادجستمنت لاير تاني ونطبق عليه اي افكت تاني بدون تاثر الادجستمنت لاير الاولاني. وده اول استخدام للادجستمنت لاير. الفيديو اللي جاي هقول لك على تاني استخدام، ولو عايز تعرف اكتر عن الفيديو اديتنج والفيديوجرافي تقدر تعمل لي فولو. انا دكتور ماريو، وما تنساش تجربها بنفسك. سلام.